بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنت يا من تشاهد هذا المقطع، اعتبر هذا المقطع رسالة من الله لك قد تغير حياتك. والله هناك الكثير من تغير برسالة واحدة أو بمقطع فيديو واحد، من ضمنهم أنا شخصيا. أنا تغيرتني رسالة واحدة، والله رسالة. كل من يشاهد هذا المقطع أتمنى أن تشاهد المقطع إلى نهايته. بصدد الحملة التي أطلقناها هي لنستغفر، والتي نتمنى من الله العلي القدير أن تصل إلى أكثر عدد من المسلمين وإلى أكثر عدد من الناس لتستفيد. حملة استغفر لتفرج هي لنستغفر، نريد أن نجعلها حملة مع بداية قدوم الشهر العام الجديد إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله أن نكون أنا وكل من يشاهد هذا المقطع ويشاركه وكل من سيستفيد من هذا المقطع أنه سيكون في ميزان حسناتنا جميعا. للحملة نقاط، طبعا سنتكلم اليوم عن أهم نقطة من النقاط الحملة. سنتكلم عن المستغفرين الجدد. كل من يشاهد هذا الفيديو وأصر، يعني أتت إليه العزيمة والهمة لبدء الاستغفار، أي مستغفر جديد شاف المقطع وأراد أن يلتزم أو دخل معنا في ضمن الشباب أو الأخوات التي ستبدأ مرحلة الاستغفار. هذا الفيديو لكم، سنبدأ منها يعني من اليوم. كل من يشاهد هذا الفيديو وسيبدأ وبدأ بالفعل أن يلتزم بالاستغفار سيكون معاكم لقاء إن شاء الله بإذن الله عز وجل في قادم الأيام والشهور، وسنسمع قصص وسننشرها على نفس القناة للعالم وللناس أجمع بإذن الله الحي القيوم. سنشاهد كل من التزم الاستغفار، سنسمع وسننشر قصته هنا للناس ليستفيدوا وليتحفزوا وليعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. نرجو منكم جميعا، نرجو كل من بقدر استطاعته، كل بقدر استطاعته يدعو الناس، يكلم الناس، ينفع الناس بما قطفت من ثمار الاستغفار. أعرف أن هناك الكثيرين يفكر من قطفوا ثمار الاستغفار أو سورة البقرة يفكر يقول لك لو تكلمت ربما أحسد. هذه موجودة، ولكن الله سبحانه وتعالى اجعل عملك لله سبحانه وتعالى، والله لن يخيبك الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، كل من لزم الاستغفار وقطف ثمار الاستغفار وسورة البقرة بإذن الله سبحانه وتعالى لن يصيبه مكروه ولن يصيبه عين ولا حسد والذاكرين الله سبحانه وتعالى لا يمسهم العذاب ولا تسلط عليهم الشياطين بإذن الله سبحانه وتعالى. وأتمنى لكم جميعا الخير، أتمنى أن يصل هذا المقطع لأكثر عدد من الناس، أتمنى أن تصحوا الناس، أتمنى أن تستغفر الناس، أتمنى أن تعود الناس. والله لا أدري ما أقول لكم، ولكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يلهم هذه الأمة الاستغفار. الكثير سيقول لماذا الاستغفار ولماذا لم مصرين على الاستغفار وليش إلا تتكلموا عن الاستغفار. بل الاستغفار يا أخي، نحن نتكلم عن الاستغفار عن تجربة وعن آية من آيات الله التي شفناها. بل الاستغفار عندما تبدأ الدخول في الاستغفار تبدأ مرحلة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات تدريجيا
تبدأ تحب الله سبحانه وتعالى، تبدأ هناك قصص. لماذا نريد أن نحكي؟ ولماذا نريد منكم أن تنشروا قصصكم؟ من أجل الناس تتحفز عندما تسمع القصص، تبدأ تطمح وتطمع بأن تستغفر أكثر. والحقيقة كلما استغفرت أكثر كلما وجدت السعادة والراحة والطمأنينة، وجدت الأشياء تتحلحل من دون تعب. هناك من هو في نفس العمل، والله من حين لزم الاستغفار، وهناك قصص كثيرة نفس العمل، وعندما لزم الاستغفار تغيرت طريقة حياته، طريقة العمل والعمل الروتيني اللي كان هو مداوم عليه، تغيرت الطريقة 180 درجة. كانت تصعب بعض الأمور، الصعوبات يواجه كثيرة. بعد أن لزم الاستغفار وجد أن العقبات هذه انحلت، وأصبح الروتين العملي يعني بشكل طبيعي سهل وسلس جدا. ولذلك أنا ننصح الجميع بالاستغفار. وسورة البقرة، فالرسول قال: لا يستطيعها البطلة، ليس السحرة وحدهم فقط، وإنما لا يستطيعها البطلة. كل من يتكلم، كل من يقرأ سورة البقرة سيعلم معناها. لا يستطيعها البطلة، ليس السحرة فقط. السحرة أضعف ما خلق الله على وجه الأرض. والشياطين إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكن هناك ستجد من لزم سورة البقرة سيجد المبطلون. هناك من يتكلم في الغيبة والنميمة، هناك من لا يريد لك الخير وكنت تظنه من أقرب الناس إليك. سينصرفون دون تعب أو ملل، أو ستستغرب. من سيلزم سورة البقرة سيستغرب من انصراف الناس من حوله. من سيلزم سورة البقرة سيجد أشياء وستظهر أشياء وستختفي أشياء، وسيذهب أناس وسيأتي أناس آخرون. سورة البقرة ستوريك الصالح من الطالح، ستوريك المحب من الحقود، ستوريك الحسود ستظهر لك أصحاب الباطل من حولك جميعا. سورة البقرة، وكلما قرأتها أكثر كلما كانت هناك قوة تأتي قوة. أقسم بالله على حب الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى غير طبيعية. نرجو الالتزام بسورة البقرة والاستغفار بأقصى عدد ممكن. اجعل وردك كبيرا من أجل أن يكون الفرج سريعا. وتحياتي لكم. من لديه قصة قلنا لكم الموجود الرابط حق قناتنا في التليجرام في المقاطع السابقة ستجدوه، أو في المنتدى، في المنشورات في المنتدى ستجدوا هناك رابط التليجرام. تحياتي لكم، السلام عليكم.